بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، معاكم خالد علي مدرس الانجليش. النهارده اكلمك عن الغلطه الكبيره اللي انا ارتكبتها في حياتي. اكبر غلطه عملتها وانا طالب في ثانويه عامه كانوا غلطتين. الغلطه الاولى التسويف، كنت بسوف. يعني كان بيبقى عندي حاجه اقول طب خلاص، طب بكره، طب استنى شويه. يوم في التاني في التالت في اسبوع في التاني في التالت اكتشفت ان انا مراكم حاجات كتير جدا. قعدت افكر ساعتها لغايه ما قابلت راجل كنت بصلي. قلت له انا عايز اسالك على حاجه بره بتاع التدريس خالص. قال لي في ايه؟ قلت له انا في سنتين ثلاثه كده ما صليتهمش، اعمل ايه؟ قال لي بدل ما تصلي ظهر صلي 2 ظهر، بدل ما تصلي عصر صلي 2 عصر. يعني خد الصلاه وخد معاها صلاه قبل كده. قلت اللي انا هعمله في الصلاه هعمله كمان في التعليم. فبدات لما اخد درس عربي جديد اخد درس جديد مع درس قديم، اخدت يونت انجلش اخد يونت جديد مع يونت قديم. فقلت اخد جزء من اللي فات وجزء من اللي جاي، الاثنين اتربطوا ببعض، الموضوع مشي. فالتسويف، اوعى التسويف، لان كل ما هتسوف كل ما هتلاقي وراك حمل كتير مش عارف تلمه. طب لو انا مراكم اعمل ايه؟ خد درس جديد مع درس قديم، ودايما ابدا بالحاجه السهله اللي انت حاببها، والحاجه الصعبه اجلها شويه، مش تاجلها لبعدين. يعني ابدا مذاكرتك في يومك في اسبوعك بحاجه انت حاببها تفتح نفسك، وبعدين ادخل على الحاجه الصعبه وقسمها. ما تقعدش تذاكر كتير، اعمل بريك في السيشن، ستادي سيشنز، يعني قسم على مراحل.